مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها بالعناوين. حاكم الإقليم الجنوبي يذكر المزارعين لمتابعة أحوال محاصيلهم. اختتام الدورة التدريبية الإدارية لمكتب المراجع العام. جهود لتقديم مكتب السجل المدني خدمات أفضل. الناتو يرفع المستوى الأمني في ألمانيا بسبب تهديد محتمل. ارتفاع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بالنصف الأول من 2024. وكمبوديا تحتفل باستعادة 70 قطعة أثرية مسروقة من الخارج. أهلا بكم. ذكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيان إدارات الضواحي عامة والمزارعين خاصة على ضرورة متابعة مزارعهم لضمان الحصول على حصاد أفضل اعتبارا هطول الأمطار الجيد في هذا الموسم. وأوصى حاكم الإقليم السيد هبتاب في الاجتماع التقييمي النصف السنوي الذي عقد في 20 من أغسطس الجاري بمدينة مندفرة، أوصى الجهات المختصة لمتابعة الأحوال الزراعية بعد الموسم المطري المبشر، خاصة بعد أن وصلت المزارع إلى مستويات جيدة، داعيا الجميع للقيام بالمتابعة اللازمة حتى الحصاد. وأفاد مسؤولو الأقسام ومدراء المديريات في التقارير التي قدموها سعي كل الجهات في تنسيق وتنفيذ أعمال تنموية مختلفة، وأهمها صيانة الحواجز والطرق، بالإضافة إلى إقامة 3 مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب من أصل 8 شرع العمل عليها، وذلك حسب ترتيب البرامج التنموية للإقليم، كما توجد المشاريع المتبقية على قيد التنفيذ. وأضافوا أنه قد تم تقديم بذور البقوليات المختارة وتوفير الأسمدة الطبيعية الجافة والسائلة للمزارعين لضمان حصاد أوفر. وأوضحت التقارير أنه قد تم زراعة 2.2 مليون شتلة في 13 منطقة تشجير، بالإضافة إلى توفير الأدوية الحيوانية المناسبة في كل المديريات للسيطرة على الأمراض المعدية للمواشي. وختم حاكم الإقليم السيد هبتاب اللقاء بتوصية إدارات المديريات للقيام بالعمل على جمع الضرائب وتنوير المزارعين على اتباع الطرق الزراعية العلمية، بالإضافة إلى توسيع أنشطة النفير التنموي. اختتم مكتب المراجع العام يوم 23 من أغسطس تدريبا نظمه من 19 من أغسطس الجاري بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لمديري التدقيق الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية على الإدارة والقيادة للمسؤولين في المستويات العليا والمتوسطة. وقال المراجع العام السيد جرزجير قبر مدهن في الكلمة الختامية، قال إن التدريب سيعزز الكفاءة المهنية الشاملة للمكتب، ومن المتوقع أن يعكس المتدربون معرفتهم في العمل العملي ومشاركتها مع زملائهم. أدار التدريب السيد جودن غاندور والسيدة ويلنا ديغنار خبيري مركز التدقيق الإقليمي الأفريقي للناطقين باللغة الإنجليزية، مشيدين بالدور النشط الذي لعبه المشاركون في التدريب، مناديين على مواصلة برامج مماثلة في المستقبل نتيجة للتركيز على كفاءة العمل والتواصل والمبادئ والأخلاق التي أظهرها المشاركون. ومن جانبهم أكد المتدربون أن المعرفة التي اكتسبوها توسع فهمهم وتساعدهم في أنشطتهم اليومية. يغطي مركز المراجع العام للناطقين باللغة الإنجليزية أفرو ساي 26 دولة بما فيها إريتريا. قال مسؤول مكتب السجل المدني الذي ينشط تحت إشراف قسم السجل المدني والرعاية الاجتماعية وإدارة المقابر في الإقليم الأوسط السيد تسفالدت هبتمكائيل، قال إن المكتب يعمل جاهدا بهدف تقديم خدمات ناجزة لمواطني الإقليم. وأوضح بأن المكتب يقوم بإعداد الوثائق القانونية لشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفيات باللغتين التجرينية والإنجليزية، بالإضافة إلى وثائق إثبات العزوبية وغيرها. من جانبه أوضح مسؤول قسم السجل المدني والرعاية الاجتماعية وإدارة المقابر في الإقليم السيد أبراهام تكا أن الخدمات السريعة تقدم
إذا قام المواطنون بإكمال وثائقهم عبر مديرياتهم ومواطني الخارج عبر السفارات. وأشار إلى أن شهادة إثبات العزوبية تخدم لفترة 6 أشهر فقط. وتشير الوثائق بأن السجل المدني في إريتريا أدخل من عام 1892. يقوم مكتب الادخار والقروض المصغرة مول بأعمال مرضية لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بتقديم قروض بأكثر من 16 مليون نقفة في النصف الأول من العام. وأوضح مسؤول المكتب في الإقليم السيد جيتو أمهب 90 أن المكتب ينشط في 9 مديريات في إقليم عنسبة ومديريتي منصورة وسلعة في إقليم القشبركة. وذكر بأن إجراء دراسات المسبقة قبل الحصول على القرض وتوظيفه جيدا وإعادة الدين المستحق يؤدي إلى النجاح وعدم التعرض للخسائر. وذكر متلقو القروض بأن الاستفادة الجيدة من القرض وجهدهم مكنهم من افتتاح المتاجر وإعادة الدين المستحق في أوانه. عقد قائد مركز شرطة مديرية صورونا الملازم ثاني أبراهام تخسس سيمينارا حول القانون ومنع الجريمة للطلاب المشاركين في حملة التنمية الطلابية. وذكر الطلاب بضرورة التركيز على دراستهم والإيجابية والالتزام بقوانين وقيم مجتمعهم والتحرر من الجرائم والمخالفات. ودعا الطلاب بضرورة العمل معا للقضاء على السلوك غير السوي العرضي وحثهم على توخي اليقظة ضد الفيضانات خلال فصل الشتاء. من جانبه دعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية صورونا السيد أبراهام تسفى مريم الطلاب دعاهم على تلقي دورات تدريبية لتطوير أنفسهم خلال إجازاتهم ومساعدة الفئات المحتاجة في المجتمع التي تحتاج إلى دعم العمل. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، رفع حلف الشمال الأطلسي الناتو المستوى الأمني في قاعدة جلينكيريشن الجوية الواقعة غرب ألمانيا بسبب تهديد محتمل حسب ما أعلنت القاعدة في بيان. وقال البيان أن القرار اتخذ بناء على معلومات لأجهزة الاستخبارات، مضيفا أن جميع الموظفين غير الأساسيين أرسلوا إلى منازلهم في إجراء احترازي، مؤكدا أن العمليات مستمرة كما هو مخطط لها. ويأتي هذا الإعلان بعدما يزيد قليلا عن أسبوع من حادثة في قاعدة عسكرية بمدينة كولونيا المجاورة كانت أغلقت مؤقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه. وبعد إغلاقها رفعت القاعدة التابعة للناتو مستوى التأهب الأمني وأجرت فحوصا روتينية لإمدادات المياه، لكنها أشارت إلى عدم وجود أسباب تدعوها للقلق بشأن الإمدادات. ارتفعت التجارة بين الصين وأفريقيا إلى 267 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت الصادرات الصينية إلى دول هذه القارة خلال تلك الفترة 97 مليار دولار حسب ما أورد موقع أفريقيا ريبورت، بينما سجل المصدرون الأفارقة مبيعات بقيمة 69 مليار دولار. وتعتمد البلدان الأفريقية بشكل مفرط على بيع المواد الخام غير المعالجة إلى الصين، بما يتوافق مع أنماط التجارة الراسخة بين الجانبين. وتزعم مصادر أخرى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، ومن المحتمل أن تحصل الصين على اللقب بحلول عام 2030. احتفلت كمبوديا باستعادة 70 قطعة أثرية قديمة مسروقة من الخارج. وأعلنت وزارة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية في بيان عودة القطعة الأثرية المسروقة من الخمير إلى المملكة الواقعة بجنوب شرق آسيا عبر عمليات مختلفة تشمل العودة الطوعية والمفاوضات والمصادرة والإجراءات القانونية. وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في الحفل الذي يقيم في قصر السلام في بنوم إن السلام
وفر فرصة عظيمة للبلاد لإعادة هذا الإرث الروحي للأجداد وكنوزهم الثمينة إلى الوطن. وقال هون مانيه إنه منذ عام 1996 حتى الآن استعادت كمبوديا 1098 قطعة أثرية منهوبة من دول تشمل الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبريطانيا وتايلاندا واليابان واندونيسيا وهولندا وسويسرا وكندا والدنمارك وألمانيا والمجر والنرويج. في الخبر الأخير في هذه النشرة، تم اكتشاف ثاني أكبر ماس على الإطلاق، حجر خام يبلغ وزنه 2249 قيراطا في بوتسوانا في منجم حسب ما أفاد التقرير. ويعد هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف منذ ماسة كولينان التي يبلغ وزنها 3106 قيراط، والتي تم العثور عليها في جنوب أفريقيا عام 1905، وتم تقطيعها إلى 9 أحجار منفصلة، العديد منها موجود في جواهر التاج البريطاني. وتم العثور على الماسة المكتشفة حديثا في منجم كاروي على بعد نحو 500 كيلومتر شمال عاصمة بوتسوانا غابورون. وقالت حكومة بوتسوانا إنها أكبر ماسة تم اكتشافها على الإطلاق في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا. تعد بوتسوانا واحدة من أكبر منتجي الماس في العالم، إذ تمثل نحو 20% من الإنتاج العالمي. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. حاكم الإقليم الجنوبي يذكر المزارعين لمتابعة أحوال محاصيلهم. اختتام الدورة التدريبية الإدارية لمكتب المراجع العام. جهود لتقديم مكتب السجل المدني خدمات أفضل. الناتو يرفع المستوى الأمني في ألمانيا بسبب تهديد محتمل. ارتفاع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بالنصف الأول من 2024. وكمبوديا تحتفل باستعادة 70 قطعة أثرية مسروقة من الخارج. سادة السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.